السلام عليكم. النهاردة جاي أكلمك على شوية حاجات تزود فرصتك للقبول في شركات البرمجة. رقم واحد، لازم تكون متعلم مجال من مجالات البرمجة، ولو مش عارف مجالات البرمجة تقدر تبحث وتعرف. ولو مهتم بمجال تطوير المواقع تقدر تشوف الفيديو الموجود على القناة، هيفيدك جدا. رقم اتنين، لازم تكون عامل مشاريع كتير بنفسك. رقم تلاتة، لازم يبقى عندك حساب على لينكد ان ويكون لك نتورك حلوة على لينكد ان. رقم أربعة، لازم يبقى عندك موقع شخصي عليه كل أعمالك عشان الشركة تقدر تشوفها بكل سهولة. رقم خمسة، يكون عندك ريبو على الجيت هاب يكون فيها بروبلم كتير انت حللها بنفسك، أو عندك إيميل على موقع من مواقع حل المشاكل وتكون حلل كتير، دي بتزود فرصتك للقبول في الشركات. رقم ستة، تكون عامل سي في قوي عشان تقدر تقدم بيه على شغل، ويا ريت يكون سي في احترافي، وتقدر تشوف من على النت ازاي تعمل سي في احترافي وايه هي الحاجات اللي بتفلتر السي في. معظم الشركات بيجي لها مثلا 2000 شخص متقدم لوظيفة، مش هيقرأوا كل سي في بنفسهم، هما بيستخدموا ادوات تفلتر السي في، واللي بيفضل هما دول اللي بيتأهلوا لعمل انترفيو. رقم سبعة، ما تبطلش تبعت للشركات، افضل ابعت للشركات كتير واعمل مقابلات كتير، وما تملش وما تحبطش، مصيرك هتتقبل في وظيفة. ويا ريت لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد يخص مجال البرمجة.